بكل صدق، كيف حال قلبك الآن؟ هل لازال يقاوم أم أنه تعب من التظاهر بالقوة؟ أم لازال يفتح بابه للأمل في كل صباح؟ أم صار يغلق نوافذه حتى في وضوح النهار؟ أخبرني، كم مرة أخفيت وجعك خلف أنا بخير ومرت الأيام كأن لا شيء يؤلمك؟ كم مرة تذكرت أشياء حاولت نسيانها فقط لأن عطرا، لحنا، أو ربما كلمة عابرة أعادتك للماضي؟ أنا لا أكتب ولا أتكلم لأفتح جرحك، بل لأقول لك من الطبيعي ألا تكون بخير دائما. من الطبيعي أن يضعف قلبك أحيانا، أن يمل، أن ينكسر ويعيد الترميم 1000 مرة. المهم أنه لا زال ينبض ويحاول، ما زال يتعلق بالقليل ليكمل مشواره، فقلبك رغم كل ما فيه لا يزال نقيا. قد يبدو عليه الغبار أحيانا، تعب من الذين مروا، لكنه في جوهره لا يزال يصدق، لا يزال يريد أن يحب دون خوف، أن يمنح دون حساب، أن ينام وهو مطمئن، بلا هواجس، بلا تساؤلات لا يجيد أجوبتها. فربما خذله البعض، وربما خانه البعض، وربما خيب ظنه الجميل، لكنه لم يتحول إلى حجر، لم يغلق أبوابه كليا، هو فقط بات يختار بعناية، يسمع أكثر مما يقول ويحب في صمت. كيف حال قلبك الآن؟ أخبروني في التعليقات كيف حال قلبكم الآن.